كرم بتاع ربنا بقى، احنا عايزين ايه الا كده؟ ربنا هو ده يحفظك بقى اللي يا عملناه في الشغله بنت خلاص يا هدى، خلاص يا هدى، هحاول اخد سلفة. يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه يا هدى؟ هو بايدي؟ ما هم المرتب متأخر على الشركة كلها، واتكلمت 100,000 مرة. عارف يا هدى، عارف. خلاص يا هدى، خلاص يا هدى، هروح معاه بكرة المدرسة وهدفع له المصاريف، ما تقلقش. هعمل اللي اعمله بقى يا هدى، خلاص، حتى لو هستلفه من اي حد. ماشي يا هدى، خلاص يا هدى، بقى دلوقتي عشان في الشغل. يلا، مع السلامة. سلام. مساء الخير يا فندم، معاك احمد عبد الرحمن من خدمة العملاء. اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ تساعدني؟ مش لما تساعد نفسك الأول يا أحمد؟ مش فاهم حضرتك، يعني يا ريت بس لو توضح لي قصدك عشان اقدر اساعدك. بس اذنك يا فندم لو توضح لي مشكلتك عشان اقدر اساعدك، وبعلمك ان المكالمة مسجلة. أهو ده اللي أنت فالح فيه يا أحمد. خوفتني أنت كده يعني. بقول لك إيه، أنت مرتاح في المكان ده؟ الحمد لله. ما الحمد لله على كل شيء. بس أنت مش مرتاح، وأنا وأنت عارفين ده كويس قوي. المرتب بقى يا دوبك بيكفي نص الشهر، وهو ده مش سكت. عمالة تزن عشان مصاريف مدرسة ابنكم. انت مين وعرفت الكلام ده ازاي؟ وطبعا أنت هتخش للمدير دلوقتي يسمعك كلمتين عشان يديك سلفة، اللي هي أصلا مرتبك. ده إيه الضحك ده يا أحمد؟ طب فاكر ايام الجامعه لما كنت بتقول لاصحابك انك بعد التخرج هتفتح المطعم اللي طول عمرك بتحلم بيه؟ طب طب ما انا بعمل كل ده وبشتغل عشان احقق الحلم ده في الاخر. لا يا راجل. وعلى كده بقى يا ابو حميد جمعت كام من فلوس المشروع؟ صفر. ولا اي حاجه طبعا. وطبعا انت ما تفتكرش اخر مره جبت لنفسك حاجه كانت امتى، لان اصلا مفيش وقت. ده انت يا راجل بقالك 6 شهور ما خرجتش انت ومراتك تتفسحوا. ده وانتوا مخطوبين كنتوا بتشوفوا بعض اكتر من كده. بس انت برضو معذور، انت بتشتغل 24 ساعه عشان تحقق التارجت اللي مش كفايه، بيتحقق برضو. طب وبعدين يا احمد؟ كفايه، هل دي عيشه يا ابني؟ كفايه. الو، الو، الو. مع حضرتك احمد عبد الرحمن من خدمة العملاء. اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ السلام عليكم. النهارده احنا جايين نتكلم عن الشغل في مصر. اه الحكايه بتبدا مع صوت منبهك وهو بيرن 6 الصبح، معلنا ان ميعاد استعبادك، قصدي شغلك، بدا. ومع تركك لسريرك ومخدتك وتركك لاحلى احلامك اللي كنت بتحلمها، وهي ان مديرك مات في حادثه عربيه، بيجي لك احساس بالضيق والخنقه، حاجه اعوذ بالله. وده مش علشان الشغل صعب، لا، علشان الشغل في مصر بقى امتحان صبر وتحمل يومي، هتنجح فيه يا تفشل. والفيديو ده مش هدفنا فيه ان احنا نقعد نشكي ونولول على حالنا، لان مش هنستفاد حاجه في الاخر، لكن هو محاوله لفهم وشويه اسئله كده هنفكر فيها مع بعض علشان نفهم هي المشكله جايه منين بالظبط. زمان كانوا بيقولوا لنا اشتغل واتعب هتوصل، دلوقتي بقت اشتغل واتعب هتوصل لاخر الشهر مفلس. والحقيقه هنا ان المشكله مش في الشغل نفسه، ولكن هي في مديرك اللي شايف ان هو صاحب فضل عليك، وفي زميلك في الشغل اللي شايفك ان انت بتقسمه في رزقه، وفي الشركه اللي شايفاك تارجت. وخليني هنا اسالك سؤال مهم قوي، الوظيفه اللي انت فيها دلوقتي دي انت اللي اخترتها ولا هي مفروضه عليك وانت بتتمنى كل يوم انك تمشي منها؟ والله في الغالب اجابتك هتكون عليا ان انت مش بتحبها وان ده المتاح. ويوسفني اقول لك ان الوضع اللي انت فيه دلوقتي ده
انت شاركت فيه من وانت حلو كده. وهنا اسمح لي ارجع بيك شويه لورا كده، وبالتحديد ايام المدرسه وانت في ابتدائي، لما كانوا بيسالونا تحب لما تكبر تشتغل ايه، وكانت اغلبيتنا الاجابات بتاعتنا ما بتطلعش بره عن كام شغلانه كده، مهندس، دكتور، ضابط، وانت اصلا بتقول الاجابه دي ولا انت حابب الشغلانه ولا لحقت تحبها ولا تفهمها. لكن احنا كنا بنقول الاجابات دي علشان الاجابات دي اللي اهالينا عايزين يسمعوا مننا، وخصوصا قريبك الثقيل اللي كان بيعمل لك امتحان شفوي مفاجئ قدام العيله كلها. وده للأسف لأنك ضحية منظومة تعليم همها الأول والأخير إنك تعدي ال90% وبس، من غير ما تعلمك إن الدنيا فيها وظائف كتير تانية جدا بره الدكتور والمهندس، وإنك إزاي تستكشف نفسك. وبدل ما يعلموك الحاجات دي كانوا بيعلموك حاجات زي ليه طه حسين كان بيحب البليلة. أنا مالي يا ريس، ما يحبها ولا ما يحبهاش، ده سؤال تسأله لي لما بقى داخل انترفيو في بلبن، مش امتحان ده آخر السنة. ومع وصولك لمرحلة الثانوية العامة بتتحول أحلامك من كليات الطب والهندسة ليه يا رب ادخل معهد لو فني شطافات حتى بس يكون في نفس المحافظه بتاعتي. ومن هنا بتبدا مشاركتك انت شخصيا في تعاستك المستقبليه. انا كنت حقاني معاك وقلت لك انك ضحيه، بس انت دلوقتي كنت كبرت كفايه لانك المفروض تختار وتعرف انت عايز ايه قبل ما تسيب نفسك لمكتب التنسيق ويدولك مغري. انت كنت ضحيه تربيه غلط وتعليم فاشل، بس انت كمان حبيت الموضوع، وكنت كل ما يجي السؤال بتاع لما اكبر هشتغل ايه او هعمل ايه بيجي في دماغك بتهرب منه بجمله يا عم لسه بدري، اشغل دماغي من دلوقتي ليه لما يجي وقتها بقى. معلومه بسيطه بس، تفكيرك في نجاحك ومستقبلك ملوش اي علاقه بانك تدخل ادبي ولا علمي. انت لو هدفك انك تعمل ورشه لصناعه رمان البيل هتعملها وهتنجح، لو حطيتها قدامك كده وده هدفك هتوصل. اعذرني بقى لو كنا طولنا عليك شويه في الحته ديت، بس كان لازم نفكرك ونعرفك انت ليه دلوقتي في وظيفه انت مش بتحبها ونقدرك. لا يا عم ما تزعلش، احنا بنهزر معاك، بس بجد والله احنا بنقول كده علشان اي حد سنه صغير بيتفرج على الفيديو ده ما يقعش في غلطه كتير قوي مننا وقعوا فيها، وانه لازم من وهو في المدرسه يفكر لما هيكبر هيشتغل ايه، وهيفكر في مستقبله كويس جدا جدا. صدقني اعمل كده والله هترتاح. بس اوعى تفتكر بقى كلمه هترتاحوا دي بان انت لما تفكر في انت عاوز ايه هتلاقي الطريق وردي والدنيا مفتحه كده معاك لا خالص، انت هيطلع عينك وعين اللي خلفوك كمان، لكن هتبقى جهودك مكثفه كلها ورايحه في الحاجه اللي انت عايزها فهتوصل اسرع. بس كده. احنا يمكن اللي اتكلمنا فيه دلوقتي ده هي مشاكل الشغل في مصر اللي انت سبب فيها. تعال بقى نتكلم عن المشاكل اللي انت مش سبب فيها وهي خارجه عن ارادتك بس هتلبس فيها لا محاله. مشكله مثلا زي قله تقدير مجهودك. فاكر لما اتكلمنا عليك من شويه كده عن ايام مدرستك، ولما قلت لك ان ما كانش في حد يقول لك ازاي تفكر في مستقبلك اكيد كنت اقصد بالحد ده مثلا واحد زي المدرس بتاعك اللي كان لما بيدخل الفصل اقصى حاجه كان بيعملها انه بيحط على السبوره التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، ومش عاوز يدي اي مجهود منه في الفصل ولا في المدرسه، وبيستنى ان جرس الحصه يرن باسرع وقت عشان يخرج ويسيب الفصل. وده لانه ببساطه بياخد في المدرسه اللي انت حضرتك طالب فيها ملاليم ومفيش اي تقدير ليه ولا لمجهوده، فبيوفر كل مجهوده للسنتر اللي هيروحه بالليل يقعد يشرح فيه لحد ما يطلع روحه عشان ياخد منه فلوس تكفيه ويقدر يعيش بيها حياه كويسه. والحقيقه انك لو جيت بصيت للمدرس ده من كذا زاويه هتلاقي ان في زاويه بتقولك ان الراجل ده جشع وباع ضميره عشان الفلوس، وهتلاقي زاويه تانية بتقولك ان الراجل ده رب اسره ومضطر يعمل كده عشان يوفر لعيلته حياه كريمه. لكن هيعمل ايه؟ الظروف هي اللي حطته في الموقف ده. انت ذات نفسك لو لقيت المدرس بتاعك راجل كبارة كده وبيشرح بضمير مش هتبقى حابه، وهتبقى حابب تروح للمدرس اللي بيقلب السنتر كباريه البريسيانا. وعلشان تفهم قد ايه مشكله عدم تقدير المجهود ده مشكله كبيره جدا، انت مثلا لما بتبقى رايح مكان مول او اي مكان فيه فرد امن واقف بيحرسه هتلاقيه بيفتشك بروع عتب كده، مع ان ممكن جهاز الانذار يبقى بيزغرط مش بيزمر، لكن هو ولا هنا. وده لان المكان اللي بيشتغل فيه اتعامل معاه ان في منه كتير، واختار انه يديله راتب قليل جدا يخليه ما يعرفش يوفر لعيلته اي حياه كويسه تماما، ويخليه قاعد طول الشيفت بتاعه بيفكر في حاجه واحده بس، ازاي هيكفي البيت. ايه بقى يدخل ايه يخرج مش مهم، هو مش قادر يخلص لشغله لان اصلا شغله ما اخلصلوش. مع انك لو جيت فكرت فيها هتلاقي ان الراجل ده شغلته مهمه جدا جدا. الراجل ده لو في قنبله داخله المكان ده هو اللي هيمنعها، لو في خناقه حصلت في المكان هو اول واحد هيتدبس فيها وهيدخل عشان لازم يدخل فيها، والله اعلم ايه الاذى اللي ممكن يطوله. ازاي بعد كل ده ما يتمش تقدير مجهوده بشكل محترم وكويس؟ يعني في شغلانه كمان مثلا انا بشوف ان كل الناس اللي بتشتغلها محتاجه مننا كل الدعم النفسي والمادي، لان بجد بجد الله يكون في عون كل اللي بيشتغلوها. يمكن انتوا هتستغربوا شويه ولكن دي وجهه نظري. الشغلانه دي هي اي حد بيكون واقف على باب حمام في اي مكان ايا كان ايه هو.
الحقيقه يا جماعه ان الناس دي بتشتغل شغلانه صعبه جدا جدا جدا، واصحاب الاماكن اللي بيشغلوا الناس دي بيبقوا عارفين ان الشخص اللي بيشتغل الشغلانه دي ظروفه صعبه لدرجه خلته يمتهن شغلانه بالصعوبه دي. فبيروحوا عاملين ايه؟ لا مش بيرحموه خالص، بيروحوا ضاغطين عليه اكتر ويدوا له ملاليم، لانه عارفين انه مش هيقدر يتكلم. مع ان وجود الراجل ده في المكان ده لا غنى عنه، لانه لو غاب عن المكان هيقلب زريبه، وكلنا طبعا متخيلين المنظر. والراجل ساعتها صاحب المكان هيضطر يجيب حد تاني ولو حتى بسعر اغلى، لكن لان كده كده الراجل مش هيتكلم لانه ظروفه صعبه، ومش هيقدر يروح يطالب بحقه لانه مش هيقدر يخاطر بالوظيفه، فنيجي عليه ونديله ملاليم. وكده كده لو اتكلم في غيره كتير يعني عادي، كل عيش كل عيش. يعني تخيل يا مؤمن ان محطات البنزين في مصر ما بتديش للعمال اللي بيشتغلوا فيها مرتب من الاساس. هي الحقيقه بتديهم مرتب 1000 جنيه، وتقول لهم انه المرتب الحقيقي بتاعكم معتمد على التبس اللي هيجي من الزباين اللي هتخش المحطه، اللي هو حرفيا الراجل بيقف يشحت مرتبه، تعب وشقاء بياخدوا مجامله، ويا ياخدوا يا لا. فما تزعلش لو دخلت محطه بنزين ولقيت الراجل بتاع البنزينه بعد ما فولت وانت كمان ما اديتوش تبس، بص لك بصه مش اللي هي، معلش غصب عنه، تعب وشقاء. حرفيا النظام الاداري العبقري حطك وحطه في موقف صعب جدا، يا تديله مرتبه هيحتقرك. والحقيقه بقى في حاجه بتموتني على روحي من الضحك، وهي اصحاب الشركات اللي بقوا بيفتحوا شركات دلوقتي وبيحطوا نظام كله صرامه في الحضور وفي الانصراف، ولكن حته دفع المرتبات في مواعيدها دي الحقيقه ما كانتش في قاموسهم. ودول بقى في الحقيقه عالم نقص. كل اللي تعرفه عن الشغل هو الزعيق والشخط والنطر، وانه بيديك شغل فوق شغلك وشغل فوق طاقتك، وبيديك شغل اللي جنبك والشغل بتاع الشركات المجاوره تعمله، ويديك شيفت فوق شيفتك، وممنوع الاجازات طبعا، وكل ده بلا حساب. وبرغم انه عارف ان انت من جواك مش راضي وانك مش مبسوط باللي بتعمله ده، وانك تستاهل حساب على شغلك الزياده ده، لكن هو بيلعب على منطقه الامان. هو عارف انك شاب في بدايه حياتك وهتفكر 100,000 مره قبل ما تدخل معاه في مشكله ممكن تخسر فيها وظيفتك. وده في الحقيقه احب اقول له اتقي الله، اتقي الله يا حبيبي، اتقي الله كده وادي للناس حقوقها، وخليك عارف ان انت مشغل بني ادمين مش عبيد. وبرضه فكره ان انت تبقى مأخر على الناس مرتباتها دي تخليك تحترم نفسك وتتلم كده قدامهم يا معفن. لان اصلا الشاب ده الله يكون في عونه، خصوصا لو بيشتغل شغلانه مثلا زي الكول سنتر. تخيل تبقى قاعد من 7 ل 8 ساعات على مكتب، قاعد بتكلم بني ادمين وبتتعامل معاهم بجميع انواع البشر بقى، السوي منهم والمريض نفسيا والناقص محترم قليل الادب، كله فرح. ده غير القواعد العقيمه اللي الشركه اللي هو بيشتغل فيها حطها له اساسا، زي مثلا ان المكالمه ما ينفعش تتخطى ال3 دقائق. طب لو العميل غبي الراجل يعمل ايه يعني؟ ولو العميل شتمه ولا هانه ملوش حق الرد ومفيش حاجه تجيب له حقه، العميل دايما على حق طبعا. وكمان السكريبت العقيم اللي ما ينفعش يخرج عنه حتى لو ما فيهوش الحل. انت لو انت اللي شغاله تاني هو غصب عنه والله، بس هيعمل ايه؟ اللي مكتوب له لازم يقوله. وعلى فكره في ناس كتير قوي من اصحاب الشركات دي بتعامل الشباب اللي بيشتغلوا الشغلانه دي زي المدمنين بالظبط، عارف ان هو محتاج فلوس اكتر وان ظروفه وظروف حياته محتاجه فلوس، ممكن لدراسته ممكن لجوازه ممكن لاي حاجه، فبيتعاملوا معاه زي المدمن بالظبط. عايز فلوس اكتر اقعد اشتغل اكتر واكتر، حتى لو هتشتغل 24 ساعه، مع انه عارف ان ده مش ادمي. وهو طبعا عشان شخصيه بنت ناس وخلوقه ومحترمه، فهيديك في عدد ساعات العمل الرسميه مرتب قليل جدا، عشان طبعا انت ما يبقاش قدامك حل غير انك تقعد لعدد الساعات الاطول عشان تاخد فلوس اكتر. ايه يا ابن بص، اوعى توقف سعي مهما حصل، كمل كمل في طريقك وهتوصل ان شاء الله. ولو انت بتشتغل في مكان مش حابه ومضغوط فيه، خلي دايما هدفك هو ازاي ان انت تخرج من المكان ده لمكان احسن يقدرك ويفهمك وتحقق فيه اللي انت عايزه. وارجوك ارجوك ما تفرطش في حقك. لو انت بتشتغل عدد ساعات فوق المطلوبه منك اصلا خد حقها، لان الراجل اللي انت بتشتغله ده بيستفاد من وراك، فانت كمان من حقك ان انت تاخد حق الشغل اللي انت بتعمله زياده ده. واضحه يعني. ولو انت عندك هدف صمم عليه وامسك فيه بايديك واسنانك. بص، اللي بيوصلوا لاهدافهم مش الشاطرين، اللي بيتمسكوا بيها. ولو انت لحد دلوقتي مش عارف انت عايز ايه، فانت مش فاشل ولا حاجه، بس الفشل الحقيقي انك تسيب نفسك على الوضع ده. لازم تعرف انت عاوز ايه، لان اكيد مش اقصى طموحك ان انت تشتغل كول سنتر يعني. فلازم تعرف انت عاوز ايه وتدور جواك، وهتلاقي كده يمكن حاجه مستخبيه هنا ولا حاجه مستخبيه هنا انت بتعرف تعملها وشاطر فيها وانت مش عارف. ومين عالم يمكن ده يبقى الكارير بتاعك. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو ده ما تنساش بقى تعملها سبسكرايب ولايك، ما تنساش كمان الشير، وانزل قول لنا تحت في الكومنتس
انت الشغلانه اللي انت فيها مريحاك ولا تعباك ولا ايه؟ سلام.